أجابت المحكمة على السؤال الثاني: لم تكن الصحراء أرضا مواتا، بمعنى لما جات اسبانيا ما لقاتش أمامها الفراغ. ثم أجابت أخيرا محكمة العدل على السؤال الثالث: ما هي العلاقات التي كانت موجودة بين الصحراء وبين المغرب؟ وهنا غادي نقول لكم النص بالفرنسوية، وتيظهر أنني النص حفظته إلا الذاكرة ديالي ما خانتنيش. تقول: Elle reconnaît l'existence de liens juridiques de souveraineté, d'allégeance entre les rois du Maroc et les populations du Sahara. وتعترف هناك بروابط قانونية وروابط بيعة